العالم تعرف إنه نحن كلنا تعبنا وكلنا صرفنا على أهالينا، بس مثل ما قلت لك لما الولد يتربى على بر الوالدين ويتربى على الأسس وعلى الأخلاق وعلى المبادئ، بيطلع شخص مثل هالإنسان هذا اللي عمال يقول، بس مو يتربى على العقوق ويتربى إنه هو ما يبر. هذا الشيء بينها وبين ربها، تصطفل، تبي تبر فيني ما تبي تبر فيني، هذا بينها وبين ربها، هي تحاسب عليه، هي تحاسب عليه. أنا حتى أنا لما هي ما جابت حتى اسم أبوها، لا تفكرون إنه أنا يعني أنا بتضايق لأنه مو هي حلا اللي أنا أعرفها. وحتى محمد وحتى عبد الله، أنا هي عبد الله بيكلم أبوه، بيتواصل مع أبوه وبيحكي مع أخوه. اي صح، انا بزعل احيانا من عيالي، بس انا ما اقطعه من اخوانه. انا ابيه يجي، ابيه هو حمود يجي يشوف امه، يجي يشوف اخوه. اتوحش ليش؟ يعني الانسان اللي يعني خذوني بالصوت العالي اخاف منكم؟ شوفي، انا طالما انسانة حقانية والله عارف انه اني الحق معاي، وانا ام بالنهاية، مو انه انا استعطفكم انا بس انه كأنه ام، لا، انا ام وايد انظلمت وانحرمت من اولادها. مش معناتها انه انا اصيح، انا شفت لايفات وايد ناس يعني لأمهات يناشدوا انه يعني يساعدوهم ويصيحون ويلطمون وساعة يضحكون. لا، انا بحسب 1000 حساب قبل ما اطلع لايف. ليش؟ مو عشان انه انا عشان الناس، لا، لانه انا كذي، انا انسانة متربية، انسانة في عندي رب العالمين، انا امن فيه انه هو بياخذ لي حقي. وانا مثل ما قلت لكم، اللي يبي يبر فيني، واللي ما يبي يبر فيني هذا كيفه بينه وبين رب العالمين. الله هو اللي حاسب، مو انا اللي حاسب. وما في شيء بيضيع، وما في شيء كذي بيروح، وبياخذ الحق في الدنيا قبل الآخرة. صدقوني الواحد مو ماخذ معاه شيء. يعني حتى الحين انه اني طبعا انا طلع علي صدر الحكم، اوكي، الحكم صدر، الحكم بدي ارد قبل لا اقوم، قبل لا اقول الكلام. القضاء البحريني طبعا مثل ما قلت لكم ما وضح الموضوع، وكان حكم جائر ومو فاهمين صلب الموضوع. وأنا مثل ما قلت لكم هذا الحكم الجائر يعني لا يجوز، لأنه أول شيء أنا ما أنكرت، أنا ما نكرت وما قلت إنه أنا ما خذيت. أنا أمها، يعني أنا أمها، كنت أصرف عليهم وأصرف يعني. وأنا قلت لكم شنو السبب، إنه أنا ما عندي مردود مادي، نفقتي ما توصلني أكثر من 1.5 سنة ما توصلني نفقة، فمن وين أنا يعني أصرف؟ الله يعلم شلون أنا عايشة هاي الفترة اللي صار لي تقريبا خلينا نقول سنة.
لأنه أنا ما عندي يعني، حتى مدرسة عبد الله أنا للحين أنا المفروض إنه هو يدفعها، لأنه هاي في حكم المحكمة، بس للحين ما اندفعت الكتب. دبرت لحتى جبت له الكتب. طبعا المبلغ اللي قاعدين يطالبوني فيه هو 20,300 دينار بحريني، يعني 20,000 200,000 ريال و300. هذا المبلغ اللي هي قاعدة تطالبني فيه. طبعا أنا بعرف يعني أنا الحين ما عندي، يعني من وين بدي أجيب لها؟ وتعرفون انتو يعني خلاص already صدر الحكم، وطلع الحكم والحكم في سجن سنة مع وقف التنفيذ. شوفوا أنا ما راح أعيد الكلام، لأنه أي حدا بده يسأل مرة ثانية يفوت خاص ويسألني، لأنه أنا هلأ ما راح أرجع أعيد الموضوع، لأنه كثير يوجع. فأنا بس حابة أوصل رسالة أخيرة للآباء وللأمهات. اتصالحوا مع أولادكم، علموهم المبادئ، علموهم الأخلاق، علموهم الإنسانية، علموهم إنه هم أي إنسان يشوفهم يدعي لهم إنه الله يوفقهم. شوفوا هالناس هدول الولاد متربيين، هدول أهلهم عرفوا يربوهم، مو يقولون شنو هالترباية هاي. يعني أنا لو مو قضية رأي عام، يعني انتوا أكيد من البداية تعرفون الموضوع، أنا لا طلعت سبيت ولا طلعت قللت أدبي على حدا، وانتوا شفتوا كيف انصب الغضب كله علي، انه انا المذنبة وانا انا وانا 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 وانا. طبعا ما في شيء ما بيتخبى، وكل شيء بيبين. اوكي، كل شيء يبين، كل شيء ممكن تشترينه بالفلوس، كل شيء ممكن تشترينه بالفلوس الا الاخلاق، الا الادب ما تشترينه، ما تقدرين تشترينه، لو بفلوس الدنيا كلها ما تقدرين تشترينه. يعني أنا أبي أوصل مسج للجدة، أنا لا أذيتك ولا سبيتك ولا رفعت عليكي قضايا، ولا اجيت رفعت عليكي إنه أنا بسحب أولادك منك، ولا أذيتك. بالعكس، أنا كنت مثل بنتك، كنت عايشة معاكي، كنت متربية معاكم، وبعمري ما غلطت على حدا منكم.
ليش كل هالحرب هاي علي؟ توصل يعني توصل لمواصيل انه تجبرون، ومش بس انه انا ما بعرف، انا وصلت لمرحلة انا انسانة مو عارفة ماني متأكدة، بطلت اعرف شيء، انا انسانة حاسة حالي ضايعة. يعني ما بعرف، ما عندي كلام يعني ما أدري. يعني أبوهم صار له سنة قاعد في المغرب، أنا نفقتي ما توصلني، يعني ومحاكم وقضايا ومشاكل. شنو يعني أنا شنو أسوي؟ يعني أنا كل الأشياء اللي عم أشوفها اللي عم تنصب فوق راسي، والغضب هذا والحرب هاي كله، يعني شنو المفروض يعني أسوي؟ يعني هدول قاعدين يضغطون علي من كل جهة. يعني أنا الحين قاعدة أفكر في عبد الله، يعني ليش تحبون التفرقة؟ ولد كان قاعد مع أبوه، وحلا مع الجدة، وعبد الله عندي، تفرقوا الأولاد كل واحد صار في مكان. هي حلا كانت تدري إنه أنا أخذ فلوس، بعدين أنا كنت أصرف عليهم وأنا كنت مضطرة. بعدين أنا هلأ في موضوع ثاني، أنتوا هلأ يعني كل ولد صار في مكان. يعني أنا ما عندي، يعني أنا بس ما أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل بس. وهذا على شنو؟ علشان شنو هذا؟ أنا لو عندي الفلوس بعطيها إياهم، ما بدي منها شيء، ولا بدي إياها تكلمني، ولا بدي إياها تبر فيني، ما عاد بدي منها شيء، ولا بدي إياهم. ما بدهم يبروا فيني، كيفهم، هذا بينهم وبين ربهم، كيفهم. بس ليش؟ وين صارت هاي؟ بأي ما بعرف. أنا ولا مرة سمعت إنه ولد رفع قضية على ولا على أبوه. أنا حتى على يعني وين هذه؟ أنا ما شفتها ولا بحياتي شفتها.
أنا شوفوا بقولكم شغلة، أنا أقدر وقفتكم معاي وكل الناس اللي تساندني وكل الناس اللي واقفة معاي واللي تبي تدعمني سواء ماديا سواء معنويا. أنا ما هذا الشيء على راسي من فوق بشيله، لا تفكرون يعني أنا أشكركم من كل قلبي والله العظيم. يعني أنا ما أحس إن أنا بروحي، ما أحس إن أنا بروحي، ما أحس إن ما عندي أهل، ما عندي ناسي. يعني بالعكس أنتوا ناسي وأنتوا أهلي. يعني أنا الشيء الوحيد كمان اللي أنا جدا اللي مقويني واللي يخليني قوية وصابرة إنه الله عم يبعث لي في دربي ناس وايد كويسة، وما تخيلون إيش كثر قاعدين يعني يقولوا لي منى نحن معاكي، بس الحين نحن معاكي أكثر، نحن معاكي أكثر من قبل. يعني ما بعرف، يعني أنا أتمنى شوفوا أنا بحياتي ما كلمت أم فهد يعني ولا عندي رقم تليفونها ولا شيء. كنت يعني أنا حابة إنه يوصلها هذا المسج. أنا أتمنى أم فهد إنها تتدخل في الموضوع وتكلم حلا وتكلم اللي معني بالموضوع. يعني إنه يوصل هذا الموضوع ليها. أنا ما عندي رقمها، كنت حابة أتواصل معها، تواصلت معها بالخاص ما في رد. يعني أتمنى أنها تشوف الموضوع وتحله مع حالها. أنا ما عندي مشكلة إنه أنا أرجع لها الفلوس، بس يعطوني نفقتي المتأخرة وأنا بعطيها الفلوس لحالها، ما عندي مشكلة. صدقوني أنا ما أبي لا فلوس ولا فلل ولا شيء، أنا أبي بس كنت أبي أربي ولادي بطريقة أنه يكونوا في وضعهم الطبيعي اللي هم مع الأب ولا مع الأم. الأب متزوج، قلنا الأب متزوج، بس الأم مو متزوجة. يعني المفروض أنه يكونون في وضع طبيعي، الأولاد يكونون مع الأم لأنه الأم مو متزوجة. طبعا نحن عم نحكي كقانون، وأني لا قاعدة أقدر أنا أخذهم، لا أنا عزبة ولا أنا يعني أنا مو متزوجة. يعني أنا يعني قاعدة أحارب أبي أولادي. أنا للحين ما تزوجت ولا شفت حياتي لأنه أنا أبي أعيش مع أولادي، أبي أكون مع أولادي. يعني أنا العالم